بقالنا يومين تلاتة كده بنسمع بمظاهرات موجودة في تركيا، وجميع القنوات اللي كانت متسلطة ومعادية لمصر أولهم قناة الخنزيرة، وكل القنوات المعادية زي مكملين وزي الشرق وطن وكل القنوات وكل المواقع الإخوانية ما بتجيبش أي سيرة عنهم، ما بتجيبش أي كلام عنهم، ما بتجيبش لا كلام بالسلب ولا بالإيجاب، وكأن الموضوع دوت مش موجود، مع إن القنوات بتجيبهم وجايبة المظاهرات العارمة. أردوغان ياما كان هو عراف في سقوط الدول العربية، هو اللي بعت ناس لسوريا علشان خاطر يمشي بشار، وجاب الناس دول وانتوا عارفينهم، دول ال 11 ودول ابو الرايات السوداء اللي هو الجولاني، ومحتل اجزاء من العراق، وموجود في ليبيا وبيقوي الحكومه اللي هي ضد الجيش الوطني بتاع الدوله، وان هو اصلا يعني قاعد هناك لخرابها. يعني كان زمان، دلوقتي ليبيا اتوحدت، وكان زمان سوريا مش بالشكل ده. يعني لو كانت في انتخابات حصلت، يعني هي صفقة حصلت لبشار ان هو يمشي، خلاص مشي، عمل اللي عمله ليه وعليه، خلاص سوريا كده بقت يحصل انتخابات وكده. لا، هو بيقوي الجولاني على الشعب بتاعه. فالمهم يعني ان الراجل ده اتعرض خراب الدول العربية، وبيسعى لسقوط الدول العربية عشان اي دولة تسقط يجري جري على البترول بتاعها وعلى الغاز بتاعها وياخده، وبيعتبروا ان اي دولة هي ميراث للخلافة العثمانية او الدولة الامبراطورية العثمانية اللي كانت موجودة. نرجع تاني للمملكة العثمانية. طبعا مفيش أي كلام، مفيش أي حاجة خالص خالص جايبة الكلام ده، لكن المظاهرات دي أصلا بفعل فاعل. يعني هي ما طلعتش كده. أنت دلوقتي عاوز تقاسم في سوريا، والكيان عايز يقاسم في سوريا، انت عايز جزء وهو عايز جزء، فانت جزء بتاعك هيتعرض. انت عايز الغاز والبترول، والامريكان حاطين ايدهم على البترول عن طريق الاكراد، ودولة الضفاير والنجمة حاطة ايدها على غاز شرق المتوسط، اللي هو مين؟ اللي هو فلسطين ولبنان وسوريا. عايزه ده عافيه كده هتاخده، وانت عايز تقسمهم فيه. فيطلع بقى انت دورك انتهى خلاص، انت عملت اللي عملته في الدول العربيه وساعدت في اسقاط دول، فخلاص على كده انت دورك انتهى وتنتهي فترتك، ومع السلامه على كده بقى تحصل المظاهرات ديت، وسواء بقى يمشي ولا غيره. المهم ان هو هيتساوي دي وتتاخد ورقه ضغط عليه، كذا قصد كذا، فالعمليه مش سايبه. فانت يعني صلوا على النبي في كومنت كده، واعملي لايك وشير، وما تنسانيش بالاشتراك في القناة، وندعي للأمة العربية والأمة الإسلامية إن ربنا سبحانه وتعالى ينصرها ويثبت أقدامها، وادعوا لإخواتكم الفلسطينيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.